بالنسبة للفيديو اللي انتوا هتشوفوه هنا او هنا، اللي طالع هنا او هنا، اكيد في ناس كتير اتفرجت عليه، بس في ناس ما فهمتش المغزى منه يعني. والناس اللي ما فهمتش الهدف او المغزى منه هو الناس اللي مش عايشة في المانيا. يعني كل الناس اتفرجت عليه بس مش عايشين في المانيا او ما جربوش العيشة في المانيا، فاكيد مش فاهمين ايه الهدف منه يعني. وده كان باين من التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو. اللي انا بس عايز اوضحه هنا الفكرة عشان تفهموا الفيديو ده معمول ليه. ان احنا كل سنة الناس اللي عايشين هنا في المانيا، واكيد في معظم الدول الاوروبية، بس خلينا نتكلم عن هنا، عن البلد اللي انا عايش فيها. ان كل سنه قبل رمضان او في خلال رمضان بيحصل الكلام ده كل شويه. الناس، انت شغال في مكان، زمايلك بقى او اصحابك او كده يعني، انتوا بتعملوا ايه في رمضان؟ بتصوموا ازاي؟ طب بتصوموا ليه؟ طب ازاي ما بتشربوش ميه؟ طب ما بتدخنوش؟ طب ازاي مش عارف ايه؟ طب والاطفال؟ الاسئله دي يعني، الاسئله دي بتتكرر كل سنه. فانت يعني دورك انك توضح للناس وتفهمهم احنا بنصوم ليه وايه الغرض يعني بتفهمهم على دينك برضو، بتصحح المعلومات. بس الفكرة ان الموضوع بقى ايه زيادة عن حده، وبقى بيتكرر كل سنة يعني، والاسئلة بتتكرر كل سنة وبالطريقة الكوميدية اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي. فاتمنى ان الفكرة تكون وصلت. احنا عملنا زي سكتش كده واضح، او بيوضح الطريقه اللي الالمان بيسالوا فيها او اللي عايشين هنا بيسالوا فيها واحد مسلم هيصوم في رمضان، بيشرب ايه، ما بياكلش ايه، ما بيشربش ليه، الحاجات دي كلها. اتمنى ان الفكره تكون وصلت، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.